عشان أنا على طول لوحدي. مش مش عايز أكتب. أنا آسف. أنا آسف. صباح الفل أو مساء الفل عليكم حسب الوقت اللي حضرتك بتسمعوني فيه، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من مسرح الأساطير والأفلام. النهارده معانا فيلم مصري المفروض يا جماعة إنه كان كوميدي، ولكن عارفين بقى، ولكن اللي كل مرة بقولها دي بتحصل بعديها مصايب. ولكن الفيلم ده زي ما انتوا عارفين وشفتوا هو آسف على الإزعاج، اللي احنا برضو لما كبرنا عرفنا إن هو مش فيلم كوميدي ولا حاجة. النجم الكبير طبعا أحمد حلمي. هنلخصه سريعا عشان الناس اللي مش فاكراه أو ممكن يكون حد ما شافوش. بنبدأ الفيلم يا جماعة بمشهد لشاب بيكتب جواب للسيد رئيس الجمهورية، والشاب ده هو بطل الفيلم، المهندس حسن صلاح الدين زيدان، مهندس طيران. بيشكو للسيد الرئيس إن الناس كلها بتعامله وحش، وعنده أمل إن الرئيس يقرأ جوابه، وبيدعي إن الناس بتعامله وحش بسبب عبقريته الشديدة وذكائه، وبيتكلم عن مشروعه اللي هيوفر فلوس كتيرة للدولة. وبعد كده في مداخلة كوميدية سريعة أوي كده، حسن بيلاقي مكالمة من رقم برايفت نمبر، بيفتكر طبعا إن ده سيادة الرئيس، عشان يلاقي شخص بيكلم حسن وإنه عايز يهزقه، وبيفضل يقول له يا فاشل ويقفل السكة في وشه. بعدها يا جماعة بنشوف مشاهد للناس اللي بتعامله بطريقة وحشة على حد ذكره، تمام، وغير منطقية في نفس الوقت، زي السايس اللي بيقول له أنت جاي تركن دلوقتي، ما لقيتش غير دلوقتي يعني بتيجي تركن. وبعديها بنشوف والدة حسن اللي بتديله تعليمات زي في البلكونة وهكذا يعني. ولكن في البلكونة بنقابل والد حسن اللي بيشتغل طيار مدني. حسن بيقدر يتعرف على فريدة، البنت اللي هو كان معجب بيها في الكافيه اللي بيقعد فيه، بعد ما عمل عليها تمثيلية إنه يعرف شخص ما نصب عليها وده كان صاحبه. حسن بيتحجج بفكرة الصديق الوهمي ده والفلوس اللي هو متدين بيها لفريدة عشان يقابلها كل شوية. بعد كده حسن بيجيله مكالمة من رقم غريب برضه، والشخص ده بقى بيقول له إيه؟ إن الريس شاف جواباته ومستنيه في قصر الرئاسة. يوم إيه؟ يوم صديقنا حسن يروح وهو شايل تورتة للريس، ولكن يفاجأ بالأسلحة مصوبة تجاهه، ومدير مكتب الرئيس بيبلغه إن ده مقلب، وإن لو عنده مشكلة يصعدها لرؤسائه في الشغل مش يروح لرئيس الجمهورية. والدة حسن طبعا بتعرف باللي حصل وبتقول له إنه لازم يشوف دكتور. حسن بيغضب وبيسيب البيت، ولكن بيبدأ يسجل نفسه بالكاميرا ويشوف الويتر جاي يضربه على قفاه، ولكن لما بيبص في الكاميرا ما بيلاقيش حد. وبعدها على طول بيصور السايس اللي هو شايفه وسامعه بيكلمه بقرف وبيحاسبن عليه، ولكن في الكاميرا بيلاقيه بيتكلم بصعبنة وبيشكره على الربع جنيه اللي هو اداهوله. يجي بقى مشهد مهم، وحسن بيحكي لوالده على اللي حصل. والده بيقول له ان الناس دي فعلا وحشة، ولكن عشان انت طيب وذكي فبتشوف الناس كويس في الموبايل، وبيقول له ان دي عبقرية وان انت في اتنين جواك بيتنافسوا. المهم شوف انت عايز مين اللي يكسب ويكسب ليه. ويقولوا على حل حلو، انه اللي يعامله وحش يعامله حلو. بعد كده حسن بيسافر مع فريدة العين السخنة ويقضي وقت جميل ورومانسي، وبيتكلم معاها عن مخاوفه الشخصية وإنه إزاي خايف يواجه الحياة. بعدها بنشوف والدة حسن بتطلب منه يقابل واحد مستأجر جاي عشان يأجر الشقة بتاعته، اللي حسن بيكتشف وبيكشفه إن هو دكتور نفساني بعد ما بدأ يسأله أسئلة شخصية ويسجله. بعدها يا جماعة بنشوف مشهد قوي جدا لما حسن بيتخانق مع والدته ويقول لوالده يرد عليه، ولكن هي بتقول له سيب أبوك في حاله يا حسن، أبوك مش هيرد عليك يا حسن، مش هيرد عليك عشان أبوك مات. ويبدأ في حالة هستيريا بيطالب فيها والدته إنها تسكت. ما ترد عليها يا بابا، قول لها انتوا شايفيني عيل ولا شايفيني مجنون؟ كفايه بقى يا حسن، حرام عليك، سيب ابوك في حاله بقى. انا بسأله. مش هيرد عليك يا حبيبي، ابوك مش هيرد عليك. ليه؟ مش هيرد لانه مات. ومن هنا بنعرف إن حسن مريض فصام، وإنه بيشوف تخيلات أو ضلالات وبيخلق شخصيات غير موجودة. ولكن في حالته هو خلق شخصية إيجابية كانت موجودة بالفعل، بقى شخصية والده الراحل. وفي مشهد مؤثر جدا جدا حسن بيشغل الأغاني بصوت عالي، ولما والده بيقول له وطي الصوت يا حسن بيحط ريموت قصاده، ولكن بدون رد فعل من والده. بعدها حسن بيروح للمقابر عشان يتأكد إنه فعلا مات. وفي فرح أخو صاحبه
بيشوف فريدة وهي مع واحد من صحابه ويضربها بالقلم وهو بيصرخ فيها وبيقولها ليه. ونشوف حسن في الكاميرا الفرح وهو واقف وباصص للفراغ والناس كلها بتتفرج عليه. فريدة بتجاوبه إن هو اللي عمل كده وبتطلب منه يمشي، ولكن حسن بيبدأ يبكي بيقول لها مش هقدر عشان مش عايز أبقى لوحدي، عشان أنا على طول لوحدي، مش عايز أكتئب، أنا آسف. فريدة بتختفي من المشهد وبيروح على بيتها عشان يكتشف إن بيتها ده هو الشقة اللي هو بيأجرها. حسن بيكتشف كمان إن الفلوس اللي كان بيديها لفريدة ما كانش بيديها لحد، كان بيدفع بيها قسط لابتوب جايبه اوريدي. بعدها يبص على صور العين السخنة على الكاميرا عشان يلاقي الصور فاضية. بعدها بيبدأ حسن رحلة علاجه بعد تقبله إنه كان عايش في وهم. وده ملخص الفيلم سريعا جدا، أو مش سريعا يعني احنا بقالنا 7 دقايق، لا مش سريعا. الفيلم ده يا جماعة مليان حاجات نفسي أنا أتكلم عنها، ولكن أول حاجة خطرت في بالي هي فكرة الوحدة والهروب. حسن قال لها بصراحة أنا مش عايز أبقى لوحدي، مش عايز أكتئب. الوحدة ساعات بتكون مفيدة مفيش كلام، ولكن ده لما تكون اختيارية مش إجباري عليك. لما بيكون إجباري بيكون سيء جدا. مش سهل إنك تحس إن محدش بيحبك أو تحس إن الناس بتتجنبك، بالذات لو تعرضت لصدمة زي فقدان الأب اللي كان بالنسبة لك الداعم الأساسي. بنبقى خايفين نواجه العالم تاني، خايفين ننكسر تاني، زي اللي رجله اتكسرت يا جماعة وخايف يمشي. في الحالة دي الناس بتتجه اتجاهين، يا بيواجه العالم بغضب ويحس بمظلومية ويأذي الناس التانية اللي حواليه زي ما شفنا في الحالات اللي فاتت، أو حالة حسن اللي خاف يواجه الناس وانعزل، بل وخلق شخصيات داعمة ليه زي والده اللي دايما بيشجعه ويطبطب عليه، ضد أمه اللي دايما بتواجهه بحقائق هو رافض يشوفها، وشخصية تانية زي فريدة حد عكس حسن تماما وبتشتغل كمحفز ليه إنه يخرج بره منطقته الآمنة، وهي شخصية حقيقية. ولكن حسن خلق لها شخصية حسب احتياجه واسم جدته. ونيجي لشخص كمان وهو المنتصر المجهول اللي بيهزق حسن، ونكتشف في الآخر إن ده صوته الداخلي، أو بيسمى في بعض الأحيان بالناقد المرضي، وهو الصوت اللي بيفضل يهاجمك ويفسرلك إن صاحبك ما كلمكش فهو أكيد زعل منك، وهكذا. نقدر نقول إن في حالة حسن هو رفض فكرة موت والده وخاف من الوحدة، فخلق فقاعة كبيرة عاش فيها تونس وحدته ومتخلوش يواجه الحقائق دي أو يحس حتى التقصير من طرفه. تاني حاجة حابب أتكلم عنها هي الدعم الأسري، وعارف إن الموضوع ده تقيل شوية علينا كلنا، ولكن كم واحد فينا كان نفسه حد يحضر من أهله ويقول إن هو تمام وكويس. في الفيلم بنشوف حسن قد إيه بيحب والده وبيلجأ له في أي مشكلة، على عكس والدته اللي كان بيخبي عليها كل حاجة عشان ما تنتقدوش وتديله تعليمات. حسن رفض فكرة وفاة والده عشان كان خايف يبقى لوحده في مواجهة العالم، ولما ملقاش الدعم ده من والدته دور على حد تاني يديله الاحتواء ده، ولكن برضه في صورة شخصية خيالية بتشجعه يعمل اللي هو خايف يعمله، اللي هي فريدة. ناس كتيرة مننا لما مش بتلاقي الدعم والاهتمام من أهلهم بيحاولوا يا جماعة يحصلوا عليه من ناس تانية، سواء حواليهم أو من بره دايرتهم، وبيدور على الحاجة اللي ناقصاه وتفر هي إيه، ولكن بيدور في أي مجموعة بيقعد معاها على الحاجة اللي ناقصاه. يعني في ناس بالنسبة لها لما يبقى هو مصدر الضحك والحوارات في القعدة بيحس بالإشباع النفسي الشديد اللي ما حسش بيه وسط أهله. وفي بنات أو شباب لو ما لقاش 3-4 معجبين بيه أو بيها يحسوا إنهم وحشين أو غير مرغوبين فيهم، ده بسبب إنهم ما حسوش كده في بيتهم. وفي مثل أفريقي بيقول الطفل الذي لم تحضنه القبيلة سيعود ويحرقها ليشعر بدفئها. وعلى مدار قصص كتير حقيقية أو خيالية بلاقي أشرار وأبطال كل اللي فرق في طريقهم هو الدعم اللي تلقوه من أهلهم أو من الدول القريبة منهم. وأعتقد إن كل واحد فينا محتاج حد ياخده في حضنه ويقول إن هو مقبول وإنه جميل وإنه يستاهل يتحب. يعني مش عايزين نقلل المواجع كتير. آخر نقطة معانا وهنا ساعات المشكلة بيكون فينا إحنا مش في اللي حوالينا. على مدار الفيلم حسن كان بيشوف الناس بيتعاملوا وحش، ولكن لما شاف في الكاميرا لأنه محدش بيعمل له حاجة وحشة، ولكن هو اللي بيشوفهم كده بسبب قناعاته إنه هو غير مرغوب فيه أو إنه شخص غير محبوب. وفي الحالة دي والده أو صورة والده داخل عقله قالت له لأ ده أنت طيب عشان كده أنت شايفهم طيبين، بس هم فعلا وحشين. ساعات كتير بنتعصب ونلوم الدنيا ونسأل ليه يا رب حصل فينا كده، ونكتشف بعدها إن مفيش حاجة بتحصل لنا غير حاجات من اختيارنا احنا. وده تم الإشارة ليه في شخصية نسيم اللي قال له أنا قضيت عمري كله على قهوة لحد ما فاتني الشغل والجواز ونظري راح،
هل بقى هنا هو يقدر يلوم القدر أو يقول لي يا رب؟ ولكن هو اللي اختار. وفي مشهد الرئاسة مثلا لما مدير مكتب الرئيس قال له اللي عنده مشكلة يا حسن بيرفعها الرؤساء في العمل مش بيروح للرئيس، معنى آخر أو إسقاطا يعني عليه اعمل عليك الأول يا معلم. وبرضه في قصة لطيفة كده على الموضوع ده، وهي إن زمان الناس كانت مقتنعة إن الضوء بيخرج من العين، ولكن تم إسقاط النظرية دي ودحضها بكل سهولة بسؤال إن لو الموضوع كده يبقى ليه لما بكون في أوضة ضلمة مش بتنور؟ فأثبتوا بعدها إن العين مجرد مستقبل للضوء. نفس الفكرة يا جماعة، طريقة استقبالك ورؤيتك للأمور هي اللي بتخليك تشوفها بشكلها. اقتناعك إن فلان كويس مش معنى كده إن هو كويس، ولكن أنت شايفه كويس. في حالة حسن هو كان مقتنع بفكرة جاهزة بتخليه يستقبل أي فعل كويس من الناس على إنه فعل وحش عشان ما يحسش إن الغلط من عنده هو. كلنا بنحتاج فترة من الوقت نعيد حساباتنا ونشوف هل نظرتنا للأمور دي صح ولا غلط. أتمنى طبعا ما أكونش طولت عليكم وإنها ما كانتش حلقة تقيلة، ونتقابل إن شاء الله في الحلقة الجاية في مسرح الأساطير والأفلام. أنا كنت معاكم عمر الدشا كالعادة. سلام.